هاي حبايب قلبي دولي، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي 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 من الفيديو اللي فات. كنت قاعده محتاره، ما كنتش عارفه اعمل اكل ايه. فلا ببص لقيت عيالي بيقولوا لي لا يا ماما احنا عايزين ناكل من كنتاكي. قلت لهم لا، كنتاكي ايه ده؟ كنتاكي ده غالي جدا وبعدين مش هتشبعوا. قالوا لي لا احنا ملناش دعوه، احنا مش عايزين اي اكل الا من كنتاكي. فقعدت افكر كده، فقلت طب وبعدين هعمل ايه بقى في التدبيسه اللي انا فيها دي؟ قمت بقى لقيت عندي كده كام حتة فراخ كده في التلاجة، في حدود فرخة ونص كده. فقلت ايه، هقوم اقطعهم كده قطع صغيرة، وقلت اقوم انا اعمل لهم كنتاكي في البيت واضحك عليهم واقول لهم ان انا جبت لكم اكل من بره. المهم زي ما انتم ما شايفين كان معاكم كده توابل، ملح وفلفل اسود وكمون وماجي وحبة بصل بودر وحبة توم بودر واللي هو كركم وكاري. من كل ده حاجة معلقة معلقة معلقة. وجبت دقيق وجبت نشا. فقلت ايه، هدوب هعمل كل الخلطة اللي هي البودر دي كده مع بعض مع التوابل وكله، وهقسمها على قسمين. قسم هعمل بيه سائل كده بحبة مية زي ما انتم شايفين، والقسم التاني هخليه بودر زي ما هو. هطلع من القسم اللي هو السائل دوت زي ما انتم شايفين، هعمل فيه البودر زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هعمل الكمية كلها وعلى زيت يكون سخن كده، اروح حطهم. هتطلع معاكي مقرمشه وزي العسل وتستاهل بقك وبق عيالي. ولو وصلتي معايا لحد هنا، ما تنسيش تحطي لي لايك وتدوسي على علامه الاشتراك وتفعلي لي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وهنا بقى كنت ايه زي ما قلت لكم كده هحطه في زيت سخن. وبعد كده هوطي النار خالص وهغطيه لمدة مثلا 5 دقايق كده. وبعد كده ابدأ اشيل الغطا واعلي عليه تاني واقلبه على الوش التاني. هيطلع معاكي زي كنتاكي واحسن كمان. وبالعكس ده هتبقي انتي ضمنوه، عارفه انتي عاملاه ازاي. وبجد بجد هتسعدي عيالك. فطبعا قلت بقى ما هما مش هياكلوا بس فراخ كنتاكي بس، فلازم اعمل لهم معاها حاجه وكده. فقلت يلا، عندي كده بتاع حبه رز بسمتي برضو. قلت يلا اقوم كده الجدعن كده واعمل حبه رز بسمتي، رز اصفر كده. واعمل لهم بقى واجيب لهم كاتشب ومايونيز كاني جبت لهم اكل من بره، بجد بجد هينبسطوا جدا. هنا كنت جبت قرفة عيدان واللي هو الليمون الاسمر دوت، وخرطت بصلايه زي ما انتم ما شايفين. هفضل اشوح فيهم لغايه ما البصلايه تحمر شويه. بصوا الفراخ وجمالها. وبعد كده هنزل بقى بالرز عليها وافضل اشوحهم كده لغايه ما ياخدوا كده اللون الحلو اللي انا بحبه. وبعد كده هنزل بقى بحبة فلفل اسود وحبة ملح وحبة توابل. وهنزل بمعلقة كركم على كاري. وبعد كده هشوح برضو في الرز تاني. وبعد كده بقى احط المية بتاعتي واظبط ايه مقدار المية بتاعتي. طبعا الرز بسمتي بياخد مية زيادة شوية عن الرز العادي. هظبط بقى هنا معيار المية بتاعي وهقفل على الرز لغاية ما يستوي براحته. وهرجع تاني للفراخ اشوفها. ولو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تدعي لياسين ابني بالشفاء. ربنا يا رب يشفيه ويشفي كل مريض. ادعوا له يا رب ربنا يعفى عنه يا رب، اللهم امين هو واللي زي. بصوا بقى جمال الفراخ، كنتاكي كنتاكي بقى. يا فرحة اولادي دلوقتي، يلا قومي جدعاني كده لو لسه قاعدة. قومي يلا جدعاني، لو عندك حتتين فراخ في التلاجة وكده ما تقفيش على حاجة. قومي كده خليكي ست بيت شاطرة واعملي كل حاجة في بيتك. بجد بجد الاكل ما بياخدش اي حاجة. وبجد بجد هتسعدي اولادك. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تدوسي لايك. باي.